مساء الخير لكل متابعي قناة SRTV من داخل مهرجان نسيم الورود برعاية مبطل المأكولات السودانية. بنرحب بكم من داخل المهرجان، واليوم نلتقيكم مع فنانة لها صيت كبير جدا في الساحة الفنية السودانية. معنا ليلة الفنانة عوضية عزام. يا هلا بك، تسلم الله. فنانة عوضية وجمهورك الكبير جدا داخل جدة، بداية عايزين نسألك عن المهرجان وانطباعاتك داخل المهرجان. والله صراحة المهرجان يعني أكثر من روعة، يعني أكثر من جميل. وأنا صراحة جد يعني تأكدت إن عندي جمهور كافي جدا في جدة. الله يخليك. يمكن يا فنانتنا يمكن بيكون المهرجان ده ما كل الجمهور، في جمهور أكتر وأكتر يمكن طبعا من داخل جد. طبعا لكن أنا صراحة جد يعني انبهرت بالجمهور داخل المهرجان، ويعني مبسوطة جد يعني. طيب الجديد في الساحة الفنية لفنانة عوض؟ والله جديد كثير بإذن الله. عندي أغاني جديدة حتنزل خلال العيد، وفي منها الجزء نزل، من ضمنها فرصة لاقيت الحبيب اللي هي صدفة لاقيت الحبيب، أغنية نزلت بالأمس وإن شاء الله تنال إعجاب كل الجمهور إن شاء الله بإذن الله. فنانة عوضية، عايزين نشوف إذا أتاحت لك الفرصة مرة تانية إنه يكون داخل المهرجان حفل مرة تانية وثالثة وعاشرة، وبإذن الله معاكم بإذن الله. وشكرا كثير عوضية على إتاحة الفرصة الجميلة البسيطة دي داخل المهرجان. الله يسلمك. مشاهدين قناة SRTV برحب بكم من جديد، بنقول لكم إن شاء الله نلتقيكم مرة تانية من داخل مهرجان نسيم الورود مع برعاية مبطل المأكولات السودانية. قناة SR الفضائية معك في كل مكان.